مقدمات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأت تلوح عليه آثار ومقدمات النبوة، مثل الرؤيا الصالحة في المنام، الخلوة في غار حراء، تسليم الحجر والشجر عليه، رؤيته صلى الله عليه وسلم نور الملائكة. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة بأول 5 آيات من سورة العلق، وهو في غار حراء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. انقطع الوحي أياما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول آيات من سورة العلق، ثم نزل الوحي بعد ذلك بسورة المدثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهي أول ما نزل من القرآن بعد فتور الوحي. صفحات من التاريخ.